السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده في حلقة جديدة في قناة فلوج النظافة. فلوج النظافة قناة جودي وبابا. تمام. طبعا احنا في احلى بيت طبعا. ايوه جودي. لا تعملي ايه؟ هي ناقصة، خليكي تمشي مع الارانب. جودي بتلعب مع الارانب اغلب الوقت. احنا هنا طبعا زي ما قلنا هنزود هنا حوت ليهم. ماشي يا جودي، او هنشوف الفكرة هتمشي ازاي. ماشي وان شاء الله، الله المستعان. حفل يا جودي يتحرك اللي كان بردان اهو. تعمل ايه؟ هتعمل ايه هنا؟ ايوه هتفضل كده يا جدع، انت مش بتتحرك. طيب نقعد نطرد الارانب احنا النهارده. لا كل يا عم، كل بصراحه عطلناك. الله المستعان، باذن الله خير. من على سطح بيتنا، اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من يوميات جودي وبابا، ومع محاوله للتخلص من يعني اكثر من كيان سطح، او محاوله لتعديل قدر الامكان. اللهم انت الحافظ يا كريم. مع تعديل في البناء اكيد، وفي محاوله تعديل لاكثر من حاجه. صراحه دي لازم تنزل لان هي على وشك انها توقع. انا ما اعرفش، بس الحمد لله ربنا يستر، والله ربنا الحافظ. كم من المخلفات وكم من الزبالة وكم من يعني صراحة البقايا على الأسطح، لكن احنا بدأنا رحلة جامدة اهو في أثار شغل. ده كان كله بالكم ده، كمية الزلط والتراب والطوب بصورة كبيرة. هنا في حاجات ممكن تستخدم طفاية سليمة بالكامل، سليمة كاملة. هنشوف كم ما هنتج عنه الفرز من الخشب. يعني إن شاء الله في زراعة الأسطح احنا هنحتاج كل الأخشاب دي والتكعيبة وكده. تكعيبة العنب كم أخشاب كبير بصراحة. بالإضافة دي مخلفات هيتم التخلص منها خلاص. احنا دي تم فرزها، دي الكمية دي هيتم التخلص منها. زي طبعا مش هتترمي، بس في ناس اللي هي بتشتري الحاجات الخردة دي، ويعني ايه ممكن يدولك بدلها ألمونيا أو كده، أو حاجات أو يعاد استخدامها يعني. ماشي اتفضل. ده هنا بصراحة المنظر الخلاب قريتنا الجميلة أو بلدنا، اور سيتي، بلدنا بجمالها وبساطتها. ونعمل مطاردة مع الأرانب. بتروحوا فين؟ مش عارف أطير. هنا بقى من عايز أقول إن كم الأخشاب وكم الحاجات طالعين من المكان ده ومن الأوضة دي، واللي إحنا المفروض إن هنعمل عليها توصيلات السباكة والمية عشان نشغل المية. مستعد نقدر نعمل فيها حاجة. وهنتابع، هنعمل هنا وصلة المية على أساس نعمل هنا صرف حوض مية، وهنعمل المفروض إن هنا نعمل حوض مية، وهنعمل الصرف بتاعه على هنا. هنشغل بمحبس مية ونوصل حنفية، وبحيث ان احنا نخرج بره من الناحيه الثانيه برضه هنعمل للمكان الثاني حوض ميه والصرف بتاعه، على اساس نقدر نزود ميه للوصله ثابته للميه. هنوصل منها وصله الميه ووصله الصرف. نعمله معاكم والله المستعان باذن الله. كده طبعا ده الباب بتاعنا. المفروض ان هو كده المدخل. هنا في باب، المفروض ان ده باب بلكونه او باب على البرندة. اهلا اهو، كنا هنعمل مطارده معاك من بدري، كنت فين؟ طيب تعال ايه قصه الارنب؟ طيب ان شاء الله خير. وفي تاني حاجات لونها رمادي او بني وتشكيله. اهلا وسهلا بكم، فرصه سعيده ان احنا التقينا معاكم في بدايه التعديل. صراحه ما قدرناش نوريكم كم البهدله وكم التراب وكم الاثاره اللي كان موجود، ولكن ان شاء الله هنحاول نشوف في الفقره اللي جايه او في الحلقه اللي جايه ان شاء الله ازاي احنا نبدا عمليه تنظيم. لكن لسه معانا الغرفه الثانيه. يعني صراحه الغرفه الاولى كانت اكتر من كده، كانت اكتر من كده الغرفه دي. فالحمد لله معانا الغرفه الثانيه برضه هناخد معاها نفس الرحله وهنخوض نفس التجربه، ولينا لقاء ثاني باذن الله حتى يتم تجديد. صراحه فتح كده الباب الثاني اهو، صراحه انجاز. زي ما قلنا كده وصلت الميه والصرف، والمفروض ان هنا هنعمل حوض، واحنا كده اهي طالعين واجه لحد ما نخلص بيه شغل. يعني في حنفيه راكبه، لكن احنا هنلغي ده كله مش هنشتغل. ده هيبقى عباره عن نحاول نعملوه مزرعه ولا حاجه للفراخ. تعالي يا جدع عشان ترحبي باصحابك وتحكي لهم على اللي حصل النهارده. تجمعوا على الغدا هنا، قاعدين على السفره طبعا، وليمه ومستفردين بيها، ارخص من الفراخ.
أرنب يا أصدقاء. طبعا الأرانب برضو هنا مساحة تاني طبعا، في مساحة تاني فضيناها كويسة. نظيفة. مساحة كويسة، وهنحاول نستغل المساحة دي على أساس نعمل فيها برضو وطبعا زراعة. الكرسي بتاعي يعني المنطقة دي كلها على السطح، بما فيها كان فيها مجموعة كراكيب ومخلفات جامدة. طبعا جودي بتجري مع الأرنب. تمام. هنطلع هنا، سيبيهم هنطلع هنا نبتدي نستغل المساحات دي ونحاول نعمل فيها ايه، زراعة للأسطح. يعني هنحاول نوفر سلة الخضروات بتاعتنا، وهنحاول ان احنا نعمل عملية زراعة هنا برضو. يعني وحتى في نفس متابعتنا أصدقائنا الأعزاء بنوريكم هنا ان القرية زي ما قلنا قبل كده وبنعيد، كل واحد من أهلنا وناسنا بدأ يعمل على الغيط بتاعه حوالي ربع جرات يزرع فيها الخضرة. في ناس هي زرعة كرنب، في ناس زرعة توم، وزرعة فول، وزرعة برضو جرجير وبقدونس. احنا شرحنا لكم الحكاية دي في مراحلنا على أساس ان احنا نستغل الناس اللي عندها زرع. في المرحلة الأولى بدأنا بالزرع، الناس اللي عندها أرض تزرع على أرضها مساحة زي الحاجات اللي هي موجودة عند الشجرة دي. طبعا المساحة دي موجودة هي واتعملت خضرة. دي فيها احنا شرحنا لكم قبل كده. وادي الزرعة، وادي الزرعة اللي جنبيها برضو زرعوا فيها تاني، ادي اهي فيها بلح كتير مزروع فيهم. وادي زرعة تاني برضو، وادي زرعة تاني، وادي زرعة تالتة. تمام. بالاضافة لهنا برضو في تاني في الزرع. كله بدأ يزرع كمية الخضروات اللي بيحتاجها. وفي ناس بدأت تعمل منهم يعني زي جنينة سلة البيت، الزراعة اللي هو بيحتاجها. ايه اللي بيحتاجه؟ بقدونس، خضروات، بطاطس، ممكن طماطم، فلفل، باذنجان، كل ده متاح. نرجع هنا وطبعا ونرجع تاني للسطح بتاعنا، واحنا هنشرح السطح للناس اللي عندها امكانيات وفي سطح عندها. يعني ممكن لو ناس عندهم فوق البيت حتى لو مساحاته يحاول يفضي المساحات اللي عنده ويبتدي يستغلها في الزراعة، وهيعمل جنينة حلوة قوي. اتفضلي. أصدقائي أنا طبعا عندي الزرعة هنا بس لسه ما زرعتش عشان طبعا احنا في مرحلة تجهيز المكان. في بقايا كتير، في مخلفات، في كسر، وفي حاجات هنا هنحاول نتخلص منها، وفي حاجات هنحاول نستغلها بحيث ان هي لو كل البقايا لا سيب الاخشاب والحاجات دي هيبقى لها مرحلة تاني. احنا دلوقتي في المكان اللي احنا بدأنا نجهزه دوت كده. عندنا مساحتين على السطح هنبدأ بيهم. بس هنعملها المرة الجاية ان شاء الله. طبعا انا بكون كده فرحانة اللي بابي ممكن يعمل زراعة فراولة او زراعة. خدي جودي بتحب الفراولة، وان شاء الله هنزرع لها الفراولة من ضمن الحاجات اللي هنزرعها. انا بحب الفاكهة. شوف المساحة هنا معنا، المساحة كبيرة كويسة وممكن تدي. انا بحب الفاكهة والخضروات. في اركان برضو حلو كويس. ايوه طبعا. احنا بس نشيل الباقي. على فكرة كان في حاجات كتير هنا الحمد لله رفعناها، ان شاء الله نرفع الباقي ونحاول نكمل. منظر الغروب جميل بصراحة. طبعا يعني الشمس وهي بتغرب جميلة. وطبعا بحب ما ابص على كده طبعا فوق السماء بلاقي حاجات حلوة كده هنا برضو. طيب نرجع نكمل لاصحابنا ونقول لهم هنعمل ايه النهارده. هنبتدي نشيل بقيه الحاجات اللي موجوده ونعمل تنظيف للارضيه، ونشيل اخر حاجه موجوده في المخلفات اللي هنا. عايزه اقول لك حاجه. طبعا ما بننزل من البيت طبعا بنروح الزرعه الغيط يعني. ايوه في اغنيه جميله جدا. اغنيه الغيط طبعا. ماشي اتفضلي. وانا حسين غير البامية شوكتني يا ابويا قال لي سيبك. فاكر حاجه زي كده. ماشي يا جودي، نفسك حلوه والله. دي الحاجه اللي بتغني البامية شوكتني. لا وقت كده ده ولدها. وامه نام حلم بحلم كده. هو كان نايم وكان بيحلم وعمل المشهد وبدأ يغني. البامية شوكتني. نفسك تزرعي ايه هنا طيب؟ نفسي ازرع هنا فراولة. حاضر والله عرفت انك عايزه فراولة. ايوه وايه تاني؟ وهنا تفاح. لا اهدى علينا الله يخليك. هنبدا الاول بالخضره ماشي. التفاح ده شجر، والفراوله ممكن واحده واحده، لان احنا برضو خبرتنا ضعيفه. احنا في عمليه الزراعه على فكره احنا يمكن يمكن احنا ما زرعتش خالص يعني الا حاجات قليله يعني، لكن هنبتدي نعيد التجربه في اللي هنعمله عشان الناس تستفيد. هنا طبعا هنعمل خضار وفلفل. ايوه هنعمل خضار وفلفل وطماطم.
بقدونس او جرجير. اه وهنا بصل بعدين. ممكن نزرع بصل يمشي برضو. وهنا جرجير. تمام. بقدونس. لا وزع المساحات، ده اللي انت سميتيهم دول ياخدوا المساحه دي كل، ياخدوا ده كله اللي انت قلتيه. انت عايزه بقدونس وعايزه طماطم وخضار وجرجير كله. هنزرع برضو معاهم ممكن الفلفل، هنزرع الباذنجان، ما انا قلت ممكن نزرع الفول. هنشوفوا طبعا الزراعه دي مواسم يا جماعه، يعني هنشوفوا ايه اللي مناسب للموسم وهنبتدي ايه نزرعه. ولكن احنا كده الحمد لله، الحمد لله وبتوفيق من الله عز وجل قدرنا ان احنا الحمد لله نحمد ربنا ونبدا نوفر مساحه كويسه جدا كويسه جدا على السطح. الموضوع دوت هنمشي بيه اكتر من ايه ونتكلم فيه، وهنقول ان احنا بعد ما نجهز السطح هنبتدي نزرع فيه. طب احنا اتكلمنا عن الزراعه في الغيط، وان الناس ممكن في الحقول اللي هي بتعمل محاصيل زراعيه زي القمح وزي البرسيم وزي الشامي وزي الذره ممكن تستغل ربع جرات فوق الزرعه عشان تكفي بيه وتعمل بيه سداد لاحتياجاتها. احنا كده يا جماعه والله العظيم نقدر نتغلب على اي موجه غلا، لان هيبقى زراعه وحاجه موجوده عندنا وطبيعيه. الحمد لله الحمد لله. وهنبتدي شيل الحاجات دي على جنب، هنبتدي احنا بعد كده نتكلم في ايه اللي ممكن نوفره. يعني هو انا مش لازم اقول لحضرتك انك النهارده انا راجل هزرع السطح او هزرع الغيط او هزرع البلكونه انا خلاص اديني زرعت اهو فشلت وما جبتش وعمال اشتري من بره. ما انت هتشتري، مش يعني لازم تعرف انك مش هتشتري كل حاجه. وفي نفس الوقت انت بدات تزرع صنفين او 3 ونجحت فيهم، 5 اصناف نجحوا عندك 2 يا عم الحمد لله عرفتهم. هتبتدي توفر علشان خاطر تقدر تعمل. طب حتى لو انا الحمد لله اشتريت باميه عندي ملوخيه ادي صنف توفر، يبقى نبتدي ان احنا نتكلم في كمان شويه خضره او جرجير اطفى هتاخدها من اي سله جنبك. انت كده الحمد لله بدات توفر وبدا يبقى في اكتفاء ذاتي، لان كده انت موجود عندك الميه في البيت، وبرضه في التالي شويه تربه هتوفرهم وشويه سماد وشويه حاجات، وعندك بقايا اكل وعندك مخلفات حاجات كتير انت بتستغلها ممكن تعمل منيها اي نسبه سماد وتعمل بيها الزرعه بتاعتك. طيب انا عندي بردك قشر موز بيفضل، عندي بيض بيفضل من المطبخ، تقول السماد بيتعمل ازاي؟ هو في سماد جاهز في القرى طب احنا برضو يعني في مكاننا او انتوا برضو، ما انت ممكن من دقي قشر الموز قشر اليوسف تقطعه، كسر البيضه بردك بتاخد قشره البيضه وتكسرها، كل ده يا جماعه بيكون سماد وبيتحط حوالين الزرع بنسب. هتحضر حضرتك فيديوهات معانا، هتحضر فيديوهات تاني، هتحضر كتير على اليوتيوب، هتشوف ازاي ممكن نعمل زراعه اسطح. يا جماعه احنا اتكلمنا في الزرع وفي الغيطان وفي الاسطح، وهنتكلم في الشقق، ولو مساحه ما تكون حسن المتابعه وحسن الاستماع، ويا رب نلتقي بكم دايما على خير. ماشي، وان شاء الله الى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله. ودايما نقول لاصحابنا الف سلامه. يلا يا جودي، الف سلامه والى اللقاء وللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه مع السلامه مع السلامه. مع سلامه الله.